اذا حليتي تيك توك ولا انستغرام ودخلتي ليهم تفرج فيهم غتجبر بزاف الفيديوز كيهضروا على المرض النفسي، وكلشي كيهضر على التروما والعلاقات السامه والتلاعب العاطفي، واي حزن عادي ولا اسمه اكتئاب حاد، واي صداع خفيف في العلاقات ديالك مع صحابك ولا مع صاحبتك كتعتبر واحد العلاقه دمرت لك حياتك. ولكن واش عمرك جلستي وفكرتي مع راسك واش حنا فعلا واحد الجيل اللي واعي بداك الشيء اللي كيعمل، واعي بالصحه النفسيه ديالو او لا او لا غير كبرنا على اساس اننا جيل باغي كيتهرس كيعجبو يلعب دور الضحيه باش يهرب من المسؤوليه الافعال ديالو. هذا الفيديو هذا غنغوصو في واحد من المواضيع الاكثر جدليه وغنشرح لك كيفاش تحولت الصحه النفسيه من واحد المقدار ديال التلاعب. قبل 20 سنه كان الطبيب النفسي كيتقصد في شي الحالات الطارئه من المريض، وكانت المصطلحات العلميه محصوره فقط عند العيادات صافي. واليوم المصطلحات خرجت من الشارع ومن وسائل التواصل الاجتماعي. شنو وقع بالضبط؟ صناع المحتوى اكتشفوا بان اللعب والخداع والدراما هما اللي عاجبهم المشاهدات. ملي كتقول للناس انتم ضحايا كتعطيهم واحد الاحساس بالراحه من الجهه ديالك، والناس كيعجبها تسمع واحد الحاجه بان المشاكل اللي وقعت فيها ماشي هي اللي عملاتها او لا ماشي هي سببها، وانما بسبب الظروف يا الوالدين يا المجتمع. وهذا الشيء خلق واحد التجاره كامله قائمه على الذات ديالها، وقائمه ايضا على تبسيط المفاهيم النفسيه المعقده، والاختصار ديالها فيديو 30 ثانيه باش نكونوا واضحين وما يفهمنا حد غلط. الصدمات النفسيه كتكون ناتجه على حوادث ولا حروب ولا على حتى الاذى الجسدي اللي كاينين فعلا، والمشكلات النفسيه واحد الواقع اللي مؤلم. ولكن الازمه هي ملي كنهزوا المصطلحات العياده المعقده وننزلوهم على راسنا حنايا، نقولوا طبعا حنا فينا وفينا وفينا وفينا. الا غوت عليك الاستاذ في المدرسه هذه ماشي تروما دمرت الطفوله ديالك، الا صاحبك ما جاوبكش في شي ميساج ديك الساعه هذا ماشي واحد التلاعب نفسي كيعدلوا لك، ولا الخدمه جاتك صعيبه هذا ماشي واحد الاحتراق نفسي داخلي، قدر ما هو مجرد تماره خصها تقضى. بطبيعه الحال ما كنهضروش على الخدمه العبوديه، ملي كتعطي سميات كبار للظروف ديالك انت ماشي كترجع عميق ولا كتفهم بزاف ولا المهم كتقضي على المناعه النفسيه ديالك بنفسك، بلا ما تحس كترجع راسك هشيش قدام المشاكل ديالك. لعب دور الضحيه هي اسهل حيله اكتشفها الانسان وكيستعملها لحد الان. وملي كتقول انا ما نجحش حيت وقع لي شي حاجه في الصغر ديالي، او لو وقعت لي شي حاجه في شغلي، ولا انا قاصح مع الناس حيت هما تاديت منهم، راه كتعطي السوارد حياتك للاخرين. حدث الخايبه اللي وقعت لك في حياتك تقدر تشرح لك السلوك ديالك، ولكن عمرها في حياتك ما عاد بررها. الحقيقه المره هي ان التمسك بلقب الضحيه كيعفيك من بزاف د الحاجات وكيعفيك حتى من المحاوله. كيمنحك واحد الجائزه مجانيه بلا تماره واللي هي الشفقه والتعاطف. والسوشيال ميديا اليوم كتكافئ الضعف والكسل بدل القوه والانضباط. الوعي النفسي الحقيقي ماشي هو انك تجلس بوحدك تقعد تبكي على الماضي ديالك، حيت امبوسيبل ترجع للماضي وتغير فيه شي حاجه. قلنا غادي نرجعوا نبدلوا بزاف د الحوايج، تسنى العالم حتى هو يتغير على ودك، حيت العالم دائما ماشي وتينا اللي خصك تادابطا معاه. الوعي الحقيقي طبعا هو انك تكون قادر على تقول انا عملت هذه الحاجه هذه وانا اللي غنتحمل المسؤوليه الافعال ديالي حتى اذا خرجت ماشي مزيان، وتعترف بانك كليتي الداقه وتظلمتي ودزتي من ظروف خايبه. ولكن كما قلنا حياتك راه كتبقى المسؤوليه ديالك، تحمل المسؤوليه هو الثروه الوحيد اللي يرجع لك حياتك والمستقبل ديالك من يدك. واحد الظاهرة أخرى ظهرت مؤخرا وهي ما يسمى بالتشخيص الذاتي. اليوم ملي كيدخل الشاب ولا البنت الانترنت يقرا واحد الاختبار بسيط 5 الأسئلة، اولا كيشوف شي فيديو 30 ثانية في تيك توك ولا في انستغرام، بطبيعة الحال كيهضر على شي أعراض معينة، دقيقة واحدة كيقنع راسو بأن عنده شي مرض. يقول مع راسو أنا عندي الاي دي اتش دي، اولا فرط الحركه، اولا عندي اضطراب الشخصي، اولا ثنائي القطب، اولا عندي شي بانيك اتاك من شي حاجه. هذا التشخيص السريع من السوشيال ميديا كيعطي للانسان واحد الهويه مرضيه، كيرجع يتصرف بناء على داك المرض اللي خلقه هو الراس. بطبيعه الحال ما يكونش فيه، حيت العقل ديال الانسان ساهل يتاثر، كيولي اي كسل وعدم التركيز في المطالعه ولا الخدمه ماشي بسبب قله النوم ولا التليفون، كيولي بسبب ديك المرض هذاك اللي هو الفو. طبعا كما قلنا هنا تحول الطب النفسي من وسيله العلاج لواحد الوسيله اخرى باش نخلقوا شي امراض جديده اللي ما فينا شي اصلا. ثبتوا معنا اخوتي وخدموا العقل ديالكم وما تبقاوش تاثروا عليه بحال هاد الحوايج هاد. وهنا خصنا نهضروا على السبب الجذري من هذه الهشاشه اللي كاينه عند العيال، هي طريقه التربيه الحديثه اللي كاينه دابا. في الماضي كان الطفل ملي كيطيح كان كياكل الدقه وكان كيصبر عليها حتى دبره، كيجرب الفشل وكيتحط في شي مواقف صعيبه، بطبيعه الحال اللي كتعلموا الصبر والصلابه بجوجهم. واليوم بقينا كنشوف واحد النمط التربيه قائم على الحمايه الزائد، والوالدين كيحاولوا يحيدوا اي عقبه من طريق ولادهم اللي عاد عتصرهم او اللي عاد خليهم يشعروا بالحزن ولا بالخيبه. نتيجه هذا الشيء هذا اننا كبرنا واحد الجيل ما عندوش اجهزه مناعه نفسيه، اجيال كترتعد من اول مقابله عمل اولا شي كلمه ماشي حتى تما من عند الاستاذ، اولا شي خيبه امل عاطفيه. وملي ما كتدربش العقل ديالك على التعامل مع المعاناه والتعايش معها، راه طبيعي ملي عاد تكبر دائما عاد تشوف المشاكل كصدمه ما تقدرش تحلها. نصيحه لكم، اذا وقعتوا في شي صدمه حاولوا ما امكن تعيشوا معها وما تنسوهاش، حيت اذا نسيتيها راه غتجي مره ثانيه
وعاد تشعر بنفس بانيك اتاك اللي وقعت لك المره الاوليه. نمشيو لواحد الزاويه اخرى اللي منفصله تماما على هذا الشيء هذا، كشف الاسرار والنواح. العالم الرقمي اليوم كينبعثوا لنا المحتوى اللي اكتشفوا واحد الطريقه باش تجيب لهم فلوس والمشاهدات بكشف الاسرار ديالك الشخصيه والمشاكل العائليه اللي كانت عندك من شحال هذا، ولا كيفاش تعرضتي للاذى في صغرك قدام الملايين، فيديو بث مباشر ولا فيديو عادي. الظاهره هذه ما بقاتش غير فضفاضه، ولات واحد النوع من الاستعراض الاجتماعي، والناس ولات كتنافس شكون اللي دازت عليه الحياه اكثر من الاخر، كاننا في واحد المسابقه شكون هو الضحيه الاكبر للمجتمع. وهذا الشيء هذا كيشجع المتابعين الصغار باش يقلدوا هذا السلوك هذا ويفتشوا في الماضي ديالهم على شي نقطه سوداء ويخرجوا يعاودوها للناس باش يكسبوا التفاعل. كاين واحد المفهوم اخر وقع له واحد التشويه كبير بزاف واللي هو تقبل الذات. في الاصل تقبل الذات هو انك تصالح مع نفسك مع الحاجات اللي ما تقدرش تبدلها في جسمك او لا في اصلك. فمثلا اللون ديالك ما تقدرش تبدل، ولكن اليوم تحول هذا المفهوم هذا لتبرير العيوب والسلبيات عباد الله. كتقول شي واحد انا دغيا كنتعصب وكنعامل الناس بواحد القسوه حيتاش تغدرت من شحال هاد، كيجاوبك انا داير هكا وخصك تقبلني بالعيوب ديالي والايجابيات ديالي، وبريد لازم ظروف صعيبه ما ديوش عليه مكلخ عتبقى مكلخ. هذا ماشي تقبل الذات، هذا مجرد واحد الكسل وواحد الهروب من انك تبدل وتخدم على العيوب ديالك باش تولي مزيانه. الوعي الحقيقي كيعني انك تعترف بالعيوب ديالك وتحاول تصلحها، اذا ما قدرتش تصلحها حاول ما امكن تقلل منه، وماشي تخبى مورا المصطلحات الطبيه وتفرض الاديه ديالك والسلوك ديالك الغلط على الناس اللي دايرين بك. واحدة من أخطر الظواهر اللي بانوا مؤخرا واللي هي استعمال بعض المصطلحات كسلاح سيطر في العلاقات ديالك اليومية. اليوم ملي كيوقع شي خلاف ما بين جوج الناس، يا أصدقاء يا زوجين يا شركاء في الخدمة، عوض ما يتحاوروا بواحد الأسلوب اللي باصر ولا عايد يؤدي بهم للحل، كيجي الطرف الأول يمارس شي مصطلحات طبية على الطرف الثاني، بحال أنه نرجسي ولا أنا كنحط الحدود ديالي لراسي باش يتهرب من النقاش، ولا كيتهموا غير حيت اختلف معاه في شي نقاش أولا في تذكر شي حدث داز بيناتهم. هذا الاستعمال الخاطئ من المصطلحات كيحول النقاش من نقاش عادي لواحد المعركه طبيه اطراف ديال المريض والمعالج، وهذا الشيء كيقضي على العفويه والتواصل العاطفي. فكرة أخرى ولات كتروج في السوشيال ميديا هي القطع والانعزال باسم التعافي، واللي عادي تشوف نصائح في السوشيال ميديا كتقول لك خليك بعيد من العلاقات وبعد من أي واحد كيعصبك أو لا كيطالبك بالجو، كتقول لك هذا قطع معاه مرة وحمي الطاقة ديالك الإيجابية. هاد النصائح السطحية ولات كتشجع الناس على الانسحاب من أي علاقة فيها التزام وشي جهد. نتيجة هذا الشيء هذا هي أننا ولينا كنعيشوا في واحد العزلة نرجسية ونسينا باللي العلاقات الإنسانية خص يكون فيها الصبر والجهد والتنازل، وهنا أنت ما كتعافيش راسك، أنت غير كتربي فيك حاجة واحدة اللي هي العجز، كتفضل الوحدة السهلة الافتراضية على الحياة الواقعية. الهضرة هذه ماشي الهدف منا اننا نقللوا من معاناة اي شخص، وانما نرجعوا البوصلة للمكان ديالها الصحيح، ورد البال انك ترجع حياتك واحد الفيلم اللي درامي وبدا تبني القوة والصلابة النفسية ديالك. وانت بدورك واش كتشوف بان المجتمع ديالنا اليوم ولاو كيستخدموا هذه المصطلحات العيادة بزاف في الحياة ديالهم اليومية، ولا كتشوف بلي الهضرة على الحالة النفسية د بنادم واحد الحاجة اللي صحية وضرورية؟ خلي لي رأيك تحت في التعليقات، ما تنساش تبارطاجي الفيديو مع شي واحد اللي كيهتم بهذه المواضيع هذه.